الخمس ابراج دول قلبها يفرح او هيحدث عندها على الاقل انفراجه لازمات سابقه. الخمس ابراج دول هيبقى بدايه من يوم 27 يونيو نتيجه لانتقال القمر الى برج القوس. وخدوا بالكم الطاقه الناريه ستحكم الفتره القادمه. اول برج معانا هو برج القوس. برج القوس هيكون الاكثر حظا نتيجه لانتقال القمر الى بيته الاول، وهو الاكثر او من اكثر الابراج اللي هيشعر بتحسن كبير نتيجه للصعوبات اللي ممكن شايفها خلال اليومين دول ما قبل دخول يوم 27 نتيجه لتمركز القمر في بيتك ال 12، بيت التوتر والمشاكل والقلق والعصبيه والامور المستخبيه وحاجات كتير جدا معاك مش 100. لذلك لما بيحدث معاك طفره وتحرك للقمر الى بيتك الاول يساعدك تماما وهينسيك حاجات كتير انت كنت بتعاني منها، وستكون من اكثر المحظوظين القمر في بيتك الاول ومن قدك. وخدوا بالكم ده بدايه الانفراجه واللي جاي افضل بكثير. لان الابراج طبعا هو برج الاسد. حبايب برج الاسد انتقال القمر الى برج القوس يسعد وينهي المشاكل وينهي التوترات ويجعل الامور العاطفيه افضل، وهناك بشرة خير للتعاقدات وايضا التصالح قادم، وتشعر ان هناك تهيئه، ودي البدايه لسنين جايه. يعني دي البدايه مجرد بدايه لثلاث سنين جايه. خدوا بالكم بعدها انتقال المشتري الى بيتك الاول بدايه من 30 يونيو كوكب السعد الاعظم. لذلك هتشعر ان الامور بقت ماشيه بطريقه افضل، الامور بتتحسن وانت ستكون اكثر حظا، وما هي الا مقدمه لبدايه قادمه وبشرة خير كبير لحبايبي برج الاسد. ثالث الابراج معانا هو برج الحمل. حبايبي برج الحمل اللي اتحمل حاجات في حياته لا تحتمل. هناك انفراجه كبيره جدا قادمه نتيجه لانتقال القمر الى بيت الحظ الاكبر، انفراجه للمال، انفراجه للامور المتعلقه بالسفر، الاوراق اللي منتظرها او اي موافقات انت منتظرها. لذلك فتره قويه جدا طاقيا وترجع اليك الثقه وتجعلك في مكانه افضل، وهناك انفراجه ايضا لامور انت كنت مقدم عليها سابقا ولم تصل اليها الى الان. فتره قويه وبشرة خير لحبايبي برج الحمل. اما ربع الابراج معانا فسيكون الاكثر حظا ماديا هو برج العقرب. انتقال القمر لبيتك الثاني وبيت المال، بيت الانفراجه وبيت التغييرات الماليه وبيت ايضا الحظوظ الماليه، المال المنتظر، تحويلات عند البعض وممكن عند البعض الاخر هناك تغييرات كبيره جدا جدا في الاوضاع. استغلوا اليوم وهناك يوم رائع في انتظاركم بدايه من يوم 27 يونيو. اما البرج الاخير اللي من الابراج المحظوظه جدا جدا هو برج الدلو. برج الدلو انتقال القمر الى بيتك ال11. بيت ال11 هو بيت العلاقات، بيت الشراكات، بيت العمل، بيت المكانه الاجتماعيه، بيت المشاريع، بيت تحقيق الاحلام والاهداف، وايضا يتمثل في المال المباشر او المدخول المالي المباشر. فتره قويه جدا طاقيا وفتره فيها انفراجه وتغييرات ايجابيه للافضل، علاقات رائعه وممكن تعويض كبير قادم، وفتره رائعه تنتظر حبايبي برج الدلو. ايضا هناك عوده للحق عند البعض منكم. بشرة خير لجميع الابراج اللي اتكلمت عنها: برج القوس، برج الحمل، برج الاسد، برج الدلو وبرج العقرب. وطبعا انتقال القمر كل يوم، يعني كل يومين تقريبا، بيغير الاجواء وبيغير الحظوظ. يا رب كده الجميع دايما يكون بامن وامان. السلام عليكم.